النهارده ليزا رجعت من الشغل بدري وهي متشوقه تحضر اكلتها. بدات انها تغلي المكرونه، ولما استوت صفتها وقلبتها مع الخيار والمايونيز، ومن باب ما تبقاش خفيفه قوي مع المشروبات زودت لها لحمه معلبه ورشه فلفل اسود، فبقى شكلها وطعمها اجمد. بعد كده راحت على البصل الاخضر، قطعت الجزء الابيض وقلبته في الزيت على نار هاديه لحد ما لونه بقى ذهبي. شلته شرحته ورشت عليه كريستال UME مع شطه بسيطه. طبق بسيط بس شكله شيك وطعمه باين من ريحته. بعدها بدات في طبق الكرنب بالثوم وبطارخ البوري. شوحت الثوم لحد ما ريحته عليت، زودت شطه خفيفه ونزلت شرائح الكرنب، قلبتهم وبهرتهم بفلفل وMSG، وبعدين رشت بطارخ في الاخر خلت شكله فاخر وطعمه مميز. اهم طبق عندها كان كومه الكاتسو بالجبنه واللانشون. عملت طبقات من اللانشون والجبنه فوق بعض، غمستهم في البيض والبقسماط ونزلتهم الزيت السخن. اول ما بقوا ذهبيين قطعتهم وحطت عليهم صوص كركم وعصره ليمون. وبعد كل ده فتحت مشروب ساقع، صبته وخدت الرشفه الاولى كالعاده قبل ما تبدا الاكل. اول ما دقت سلطه المكرونه باللحمه المعلبه حست ان الطعم جامد ويخلي الواحد يخلص الطبق من غير ما يفكر. والبصل المشوي بالكريستال كان بسيط في المكونات بس طعمه زي مقبلات فخمه. خلصت اول مشروب، فتحت التاني وبدات في الكرنب اللي كان مليان نكهه ثوم وبطارخ وقرشه شطه، وفي الاخر دخلت على الكاتسو مقرمش من بره وطري من جوه، والجبنه مع اللانشون عاملين طعم غني ومرضي. لما خلصت كل الاطباق وبصت على بقايا المشروب حست ان الليله هاديه وجميله ومليانه رضا.